والأسرة الكريمة بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأسرة والأمة العربية والإسلامية بكل خير. معكم دكتور وائل رضا من قناتي خواطر دكتور وائل. هنتكلم مع حضراتكم في موضوعات تهم الأسرة المصرية، تهم الأطفال، تهم الشباب، تهم المرأة، تهم الأسرة جميعا. نتكلم في موضوعات تساعد على بناء الإنسان المصري، مش بس الإنسان المصري ولكن الإنسان العربي والعالم أجمع. إن احنا نقود هذه الأمة، هذه الأمة سوف تقود بالشباب. الشباب عليهم عبء كبير جدا، وهو قيادة كل شعوب العالم وكل الأمم في جميع دول العالم. إن شاء الله هنتكلم عن اكتشاف قدرات الذات، إزاي إن أنت يبقى عندك هدف في حياتك، إزاي يبقى عندك ضمير في كل حاجة حضرتك بتعملها. مش بس كده، هنتكلم أيضا على موضوعات كتير جدا. نعمل لقاءات مع شباب في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والاجتماعية. أيضا هنقوم بعمل لقاءات مع السادة المسؤولين سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، سواء النقابات أو الجمعيات الأهلية. كل من له دور في بناء الإنسان هنعمل معاه لقاء. هيكون في لقاءات أيضا خارجية، مش بس في لقاءات داخلية. عايزين نبين النماذج الجيدة للشباب المصري والعربي، عايزين نبين إن في رجال أعمال وطنيين بيحبوا هذه البلد بجد، بيقوموا بمشروعات سواء صديقة للبيئة أو مشروعات اقتصادية واجتماعية وتنموية مهمة جدا. كل ده إن شاء الله هنتكلم عليه في الحلقات القادمة بإذن الله. انتظروني كل يوم اثنين وكل يوم خميس على قناتي خواطر دكتور وائل. متنسوش تفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة علشان يجيلكوا كل جديد. كل عام وحضراتكم بخير، واشوفكم دايما على خير. سلام عليكم.